الإخوان الأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا، عساكم بألف خير. لا شك أن المغاربة كاملين لاحظوا في الآونة الأخيرة الحملة الجزائرية المسعورة على المغرب، وهذه الحملة هذه ما بقاتش حكر ومحصورة في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المنصات الافتراضية، بل أن الدولة الرسمية الجزائرية بالأجهزة وبالمؤسسات ديالها تبنات هذه الحملة. وهذه الحملة مركزة وكتمحور حول مادة واحدة معينة، وهي الضرب في الشرف ديال المغاربة والأعراض ديال المغربيات، وهي حملة ممنهجة. المغاربة 50 سنة وحنايا صابرين، 50 سنة وحنا كنتعرضوا للعدوان، 50 سنة وحنا تنحشموا على العرض ديالنا، ولكن في المقابل ديال هاد الحكمة المغربية، إلا ما قلناش الطيبوبة ديال المغاربة، الجزائريين عاد كيزيدوا يسعروا هاد الحملة ديالهم تجاه المغرب. وهذه الحملة هذه بدات كتجاوز على المساحات المحرمة عند المغاربة، واللي على رأسها الضرب في المؤسسة الملكية، الضرب في الوحدة الترابية للمملكة، الضرب في الهوية المغربية، ودابا الضرب في الأعراض والشرف ديال المغاربة والمغربيين. وبالتالي ولا عندنا الحق أننا نردو وأننا نبقاو ساكتين. أنا أصبحت في حل من كل التزام أو ضوابط أخلاقية اللي تحول بيني وبين الرد على هؤلاء، وأنني ندافع على العرض والشرف ديال المغاربة والمغربيات. فهذا حق شرعي أنني نرد، وبنفس الخطاب ديالهم وبنفس الكلام ديالهم، وبالقصف بأسلحة الدمار الشامل وبالخطاب الثقيل. ما بقاش هنايا مكان للخانة الرمادية أبدا، ما بقاش مكان للخانة الرمادية، يا أسود يا أبيض. حتى لين غادي نبقاو حنا دراوش، حتى لين حنا غنبقاو طيبين، غير المغاربة بوحدهم اللي باقيين دراوش. كيبان لي حنايا المغاربة فقط بوحدنا اللي مازالين دراوش. المغربي يساوي درويش، حنا اللي بقينا دراوش في هاد الكرة الأرضية كاملة. بالتالي حنا من حقنا أننا نردو دفاعا عن النفس، دفاعا عن العرض، دفاعا عن الشرف، دفاعا عن الكرامة، دفاعا عن الناموس. فرنسا منين دخلت للمغرب كان الهدف ديالها، وهذا الهدف ديال الاستعمار الفرنسي الخبيث، هو الضرب في المنظومة الأخلاقية وفي المعايير القيمية ديال المجتمع المغربي المحافظ، باش تحطم وتفكك التماسك الاجتماعي والتماسك الأخلاقي ديال المغاربة، ولكنها جوبهت بمجتمع محافظ ومتماسك وغير قابل للاختراق. باش تنفذ هذا المخطط وباش تنفذ هذه السياسة، جابت نموذج واجد جاهز ومجرب من الجزائر باش تطبقوا على أرض المغرب. جابته بأدوات جزائرية، لأن الاستعمار الفرنسي في الجزائر أقام أكبر ماخور في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ماخور مفتوح على الهواء الطلق اللي هو القصبة في الجزائر العاصمة. فهزات هذا النموذج وحطته في المغرب باش تضرب به المعايير القيمية عند المغاربة، لأن الاستعمار الفرنسي جوبها بمغاربة محافظين ومتمسكين بالعادات والتقاليد والأعراف ديالهم، فتسربات للمجتمع المغربي من خلال الأدوات الجزائرية اللي استخدمتها. واجتاح المغرب جا حافل من البغايا
والعاهرات من الجزائر. شنو هو المصطلح التراثي اللي كانوا اهل المغرب كيطلقوه على الجزائريين انذاك؟ البعض غيقول لي جزائريين، نقول ليه لا. البعض غيقول لي ديك المصطلح ديال الكراغله تا هو نقول ليه لا. المصطلح التراثي اللي كانوا كيطلقوه المغاربه انذاك على الجزائريين والجزائريات هو الواسطيين. الواسطيين والواسطيات. جابت فرنسا الواسطيين والواسطيات للمغرب. الواسطيين جابتهم من اجل الخيانه والعماله وتشكامت وتبيات، والواسطيات جابتهم باش تضرب بهم المنظومه الاخلاقيه ديال المغاربه. اشتغلت على جبهتين فرنسا من اجل اقامه هذا المشروع ديال البغاء المقنن، لان جات هي بواحد الفكره بواحد المشروع ديال البغاء المقنن. اشتغلت على واجهتين، اشتغلت على الواجهه ديال مدينه فاس والواجهه ديال مدينه الدار البيضاء، هما اللي غنخدموا عليهم دابا باش نعرفوا هاد الناس هادو اللي تيسبونا بعيوبهم. فاس اصطدمت فرنسا بمدينه محافظه على عاداتها وتقاليدها، وما قدرتش تقيم او تاسس حي للدعاره في مدينه فاس الباري. فين مشات؟ مشات لفاس جديد، الملاح، الحي اليهودي. ثم دارت مخور بادوات جزائريه، دارت مخور في الحي الملاح اللي كيتكناو ديور المالوف، تطلق عليهم انذاك ديور المالوف. دارتو في الملاح ديال فاس جديد، يعني في الحي اليهودي. وكان انذاك هذا الحي هذا كيتوفر على ديور اللي قلت لكم ديور المالوف، كيتقاموا فيهم حفلات ماجنه وتقدموا خدمات جنسيه. وكل العاملات في هذا الملاح كانوا واسطيات. وتكتب عن دخول الواسطيات البغايا للمغرب ومدينه فاس تحديدا جوج ديال المصائب وجوج ديال الكوارث. اول حاجه انهم ضربوا في المنظومه الاخلاقيه ديال اهل مدينه فاس، وثاني حاجه هي الاوبئه والامراض الجنسيه اللي انتشرت ما بين اهل مدينه فاس بسبب الواسطيات. وعلى راس هذه الامراض المرض المعروف بالنوار اللي هو الزهري، حيث انتشر هذا المرض انتشار النار في الهشيم، الى درجه ان اهل مدينه فاس كانوا كيعيطوا للنوار انذاك مرض الواسطيات. مرض الواسطيات، مرض الواسطيات. وما كانش الادويه للاسف، والطب انذاك لم يكن قد تقدم وتطور بعد باش يتعالجوا منه، فكانوا كيلتجؤوا الى اساليب والى ادويه اللي هي غير شعبيه باش يتعالجوا من هذا المرض هذا اللي اصبح مستشري. يعني ملي كنتكلموا على النوار وكنتكلموا على الواسطيات راه كنتكلموا على جائحه وبائيه حقيقيه ضربت مدينه فاس انذاك، وكانوا كيتعالجوا منه عن طريق واحد الماده، واحد العشبه كيعيطوا لها الحنظل. بالحنظل كانوا كيضطروا كترياق انهم يتناولوا الحنظل. واللي ما انتقلش ليه المرض عن طريق العلاقات الجسديه كان كينتقل ليه المرض عن طريق الحمامات الشعبيه. حتى ان اهل مدينه فاس والنساء ديال مدينه فاس كانوا تيرفضوا يمشيو للحمامات اللي كيمشيو ليها الواسطيات. كانت الفاسيه اللي تتبغي تمشي للحمام تتصيفط المتعلمه ديالها للحمام، كتبلغ المسؤول عن الحمام ان لالاها جايه للحمام وتتقول لها داخلات عليك لالا بوجه الله وانت تدخلي عليها شي واسطيه، مخافه وخشيه الامراض المنقوله جنسيا اللي يمكن لها تهزها من الحمام. كانوا المسؤولات عن الحمامات كيمنعوا الواسطيات انهم يدخلوا للحمامات ديال مدينه فاس الباري، وتيقول لهم الحمامات تمشيو لهم ديال فاس جديد باش ما يتخلطوش مع النسوه ديال اهل مدينه فاس، باش ما يرفدوش الامراض المنقوله جنسيا والمعديه من الحمامات من عند الواسطيات. وتصوروا معايا حجم الكارثه الوبائيه اللي وقعت في مدينه فاس. وكانوا الواسطيين هما المسؤولين على اداره هذه البيوت ديور المالوف. غير من الاسم ديالهم راه كيبان منين جايين ديور المالوف.
وكان الواسطي، نتكلموا دابا على الواسطي، بالنهار خدام شكام ديال الاستعمار، خدام بياع تيبيع على الناس ديال الحركه الوطنيه وتيشكم بالناس الفدائيين، وبالليل تيخدم قران في الديور ديال المالوف فاجدي. ملي كنتكلم على هاد النقطه ديال الدعاره وديال التشكام ديال الواسطيين في المغرب، بغيت نستثني اهل واحد المدينه للامانه والتاريخ، هما اهل مدينه تلمسان. التلمسانيات جاوا لمدينه فاس، التلمسانيين جاوا لمدينه فاس، التلمسانيات جاوا لمدينه فاس، ولكن بعراضهم وبالشرف ديالهم، وتزوجوا مع اهل مدينه فاس. وتتلقى دابا بزاف ديال اهل مدينه فاس كتسولوا على لا ولا جدته، كيقول لك انا جدتي تلمسانيه. التلمسانيات جاوا لفاس ولكن تزوجوا على سنه الله ورسوله، حاشا اهل مدينه تلمسان. لاش؟ لان تلمسان الاصل هي مدينه مغربيه، ثقافتها، حضارتها، انتمائها، تاريخها، هواها كله تلمساني. واهل مدينه فاس ديما كانوا كيقولوا غير الخير في اهل مدينه تلمسان، كيقولوا فيهم تلمسان ماها وهواها وتلحيف تنساها واحده في البلدان. هذا بالنسبه لمدينه فاس. ننتقلوا للحديث على الدار البيضاء. الدار البيضاء الاستعمار الفرنسي وعلى غرار ما قام به في مدينه فاس، كذلك اقام حي للدعاره والبغاء. فين هذه المره؟ في العمق الشعبي ديال مدينه الدار البيضاء، الا وهو حي درب السلطان، في درب السلطان، في القلب تاع درب السلطان، في العمق الشعبي ديال مدينه الدار البيضاء. ولكن كذلك جوبها برفض كبير من قبل الساكنه المحليه، الى درجه ان الاستعمار الفرنسي احاط هذا الحي اللي غيأسسوا في مدينه الدار البيضاء في درب السلطان، احاطه واداره باسوار عاليه، وتطلق عليه اسم تاع بوسبير في القلب تاع درب السلطان، محاط باسوار عاليه 10 الامتار فما فوق، وتيشبر هو على زنقه العباسيين حاليا البلديه، المنطقه المعروفه بالبرارك، وتيهبط على عقبه ديال الشلوح الصور ديالو، وتيدور على قيصريه الحفاري حتى للسينما ديال موريتانيا، وتيطلع على درب كلوطي حيث الباب الرئيسي ديال بوسبير اللي هو عباره عن قوس تاريخي. غنتكلموا على شكون هما العاملات تاع الجنس في بوسبير. كانوا كينقسموا 3 ديال الفئات العاملات تاع الجنس داخل بوسبير. الفئه الاولى يعني النخبه ديال عاملات الجنس في بوسبير كانوا هما النصرانيات، هادو النخبه اللي كيعيطوا لهم اهل المغرب العجامه او العجميات. كانوا كيتكونوا من فرنسيات، اسبانيات، ايطاليات، هادو النخبه. بعد هاد العجميات كيجيو اليهوديات اشتغلوا كانوا في بوسبير، لان هما يهوديات مغاربيات بطبيعه اليهوديات، لان كان المجتمع ديالهم قاسي، وكانت اليهوديه الا دارت شي فعله صغيره هكذا ولا هكذا خارج الطريق كانوا تيدحيوها، كانوا تيخرجوها من الملاح، لان اليهود المغاربه متمسكين بزاف بالدين ديالهم وبالتوراث ديالهم، فكان ما عندها حتى شي بديل اخر الا انها كتمشي كتوهب نفسها، هي كتمشي كتوهب نفسها السلطات ديال بوسبير. من بعد اليهوديات كيجيو الفئه ديال الخدم يعني السمراوات، يعني اللي جاو عبيد في الاصل من بلاد غمق السودان. وحنا في ثقافه المعتقد ديالنا اهل المغرب ما عندناش عيب ان الخادم تفسد، ماشي اشكال، على اعتبار انها ليست حره، ماشي حره، خادم كتبقى خادم. دابا حنا كنتكلموا على ثقافه المعتقد انذاك كيفاش كانت سائده، انها خادم تتبقى خادم. قال ليه الخادم فسدات او الخادم زنات، قال ليه البغادات هرسات، لا شيء اناء فخاري تهرس، يعني لا حدث. وحتى ان الخادم ما كانش كتخرج باللتام، ما كانش كتخرج منقبه، كانت كتخرج سافره. قال ليه الخادم دارت اللتام، قال ليه باقي غير الحمارات دير اللجام. يعني ما كانش عندنا حنايا في ثقافه المعتقد ديالنا ان الخادم ديك شي حاجه خارجه على الطريق ما كانش مرفوع عليها التكليف اصلا. هذه الخادم
في اسفل القاعده ديال عاملات الجنس في بوسبير كانوا كيجيو الواسطيات. الواسطيات كانوا هما في اسفل القاعده ديال عاملات الجنس في بوسبير، هما الواسطيات. ما كان عليهم اقبال، ما كان كيبغيهم حد، ما كان كيديها فيهم حد، حتى انهم كنا يمارسنا الجنس مقابل سيجاره. مقابل سيجاره، هذه روايه تاع اهدب السلطان، مقابل سيجاره. ملي كيجي الزبون تيدخل للبوسبير طلبا للمتعه الجسديه، كيلقى الباترونه، كل درب فيه الباترونه ديالو، كان فيه الدروبه، كل درب فيه الباترونه ديالو، كتقدم ليه السلعه اللي عندها في هذه المقوله وفي هذا القالب اللي غنقولوا لكم دابا. كتقول ليه واش بغيتي، ساق العجميه ولا سالف اليهوديه، الخادم بغيان، فابور دير واسطيه، فابور دير واسطيه. ما كان عليهم حتى شي اقبال. علاش؟ لانهم بهدلوا، استغفر الله العظيم، بهذه المهنه اللي هي لا مهنه، بهدلوا بها وطيحوا بها، حتى ان الواسطيه كانت تعرض في سوق النخاسه والجنس بدون مقابل وبدون ثمن، مقابل سيجاره. كانت الواسطيه. غادي نستعملوا المصطلحات التراثيه، انا بغيت نركز على المصطلحات التراثيه اللي كانت سائده انذاك في العهد تاع بوسبير. الحر، كانوا كيستعملوا مصطلح الحر، هذا مصطلح تراثي. الحر هو الفرج، لان المصطلح السائد حاليا اللي هو اسم رئيس الجزائر ماشي مصطلح تراثي، حتى هو خرج من بوسبير. ولكن المصطلح التراثي الى رجعنا لبدايه القرن العشرين هو الحر، هو الفرج. الحر كانوا كيستعملوا مصطلح الحر، حتى ان ملي دخلوا الواسطيات وقعت ميوعه في الاخلاق. بداو كيقولوا الناس القدام اش من قيمه مازال عندك يا الحر، واللي تيباطل تيعشوا فيك البراطل. الحر. وكانوا الواسطيات قبل ما يبداو النهار ديالهم، اللي كتكون عاشقه لها قبل ما تبدا النهار ديالها في بوسبير كعامله جنس، كتبدا تعيط على الشيوخ ديالها. وانا غادي نقول لكم حتى دوك التبرويلات والتبريحات اللي كانوا تيقولوا انا داك في بوسبير استقيتهم من عند الناس قدام ديال اهل مدينه ديال اهدب السلطان. اش كتقول الواسطيه قبل ما تبدا النهار ديالها؟ كتعيط على الشيوخ ديالها، كتيمن بهم باش يجيو عندها الزبائن بزاف. تتقول مشينا وجينا على البلاله اللي بغينا. البلاله هذا مصطلح تراثي جزائري ما غنفسروش لكم لانه عيب. كتقول مشينا وجينا على البلاله اللي بغينا، خبزه على سيدي احمد طيبونه والشاف بوعلام والشيخ سيدي احمد التغاتري ونده. سمعوا معايا، مشينا وجينا على البلاله اللي بغينا، خبزه على سيدي احمد طيبونه والشاف بوعلام والشيخ سيدي احمد التغاتري ونده. انا هاد التبريحه هذه كنهديها للشيوخ ديال بركان اللي تيبرحوا على الحدود ما بين المغرب والجزائر، تما في واد كيز يبداو يبرحوا بها باش يفكروهم بالماضي ديالهم. ماشي قطعوا الواد ونشفوا رجليهم. باقي الملفات المتعفنه كامله عندنا، مازال نفتحوا ملف بملف. وبسبب هاد الواسطيات هذا ظهروا بزاف ديال الامثله اللي كتعود لديك الزمان. فملي كيبغيو الناس يقولوا بان شي حاجه واسعه، نهار هنا كانوا كيقولوا وسع من حير الواسطيه في بوسبير، وسع من حير الواسطيه في بوسبير. ومنين كيبغيو يقولوا فاس شي حاجه نجسه وقذره وعافيه تيقولوا انتن من حير الواسطيه في الملاح. انتن من حير الواسطيه في الملاح. انتن من حير الواسطيه في الملاح. واهل مدينه الدار البيضاء ودرب السلطان مازال كيحتفظوا بالاسم ديال واحد الباطرونه من الباطرونات الكبار الواسطيات اللي كانوا في بوسبير، وهي رابحه المزغرانيه. رابحه المزغرانيه، العائله ديال المزغرانيه راه مازال الى يومنا هذا في الجزائر، وتحديدا راهم من مدينه مستغانم. رابحه المزغرانيه. وكانت باطرونه اخرى اسمها الطيطمه الوسطيه، واصابها مرض جنسي وطاح لها الشعر ديالها وبقاو كيعيطوا لها الطيطمه القرعه. وكذلك هناك خيره.
خير، لان اغلب العاملات هذه زعما من غرائب الصدف، ما عرفتش واش من غرائب الصدف ولا تعمدوا يختاروا هذه الاسماء الحركيه. فاغلب العاملات الوسطيات ديال الجنس في بوسبير كتلقى اما سميتها خيره ولا رابحه، والبعض منهم سميتها الطيطمه، كتلقى ثلاثه ديال الاسماء. استمر الامور على ذلك وسط رفض مطلق من اهالي ديال درب السلطان، بحيث ان الباب ديال بوسبير كانت عليه حراسه عسكريه مستمره ليل نهار. وبطبيعه الحال بوسبير كانوا فيه عده مرافق ديال الترفيه، كان فيه السينما المعروفه دابا بالسينما ديال موريتانيا، كان فيه الحانات، كانوا فيه البيران، فكانوا فيه عده مرافق. يعني كان واحد الفضاء ديال التسليه وديال اللهو المتكامل من جميع النواحي ومن جميع الجهات، كان متكامل. في الاواخر ديال الاربعينات بدايه الخمسينات بدات الحركه الوطنيه تشتد بمدينه الدار البيضاء. اشنو ولا بوسبير واحد الفخ اللي بداو كيصيدوا فيه الحركه الوطنيه. الجنود الفرنسيين اللي كيجيو لدرب السلطان يدخلوا لبوسبير بداو كيقتنصوهم، الناس تاع درب السلطان كيقتنصوهم تما، كانوا تيقتلوهم في البوسبير او في الدخله تاع بوسبير، لانه جا وسط الحي الشعبي ديال مدينه الدار البيضاء، بداو كيقتنصوهم. مما دفع السلطات الاستعماريه انها تسد بوسبير. سدته في الاوائل ديال الخمسينات، في الاوائل ديال الخمسينات تسد بوسبير تحت الضغط ديال الحركه الوطنيه اللي بدات تقتنص الرؤوس ديال الجنود الفرنسيين اللي كيجيو لبوسبير، وتسد بوسبير وتسدوا مع الملفات ديال الناس. حنا راه الوسطيات تنعتبروا مع ادوات، لانه هو مخطط استعماري فرنسي. مادام هما اصروا على انهم يفتحوا هذا الموضوع، وبان لي واحد الشخص اللي هو يركز على هذه الكلمه تاع بوسبير وتيعاير المغاربه بوسبير، وعلى ما سمعت بانه تا هو من ديك الجماعه ديال شوقي يدوز من تحت يدوز من فوقي. فما تعايرناش بالعيوب ديالكم، ما تعايروناش بالعيوب ديالكم، وما تقذفوناش بالخطايا ديالكم. بوسبير راه كنتم فيه نتوما، كانوا فيه الوسطيات، كانوا فيه الوسطيات ديالكم، هما اللي كانوا فيه. وبعد الاستقلال ديال المغرب ومن بعد الاستقلال تاع الجزائر، الوسطيات اللي كانوا في درب السلطان رجعوا للجزائر، وواحد الفئه منهم بقات في درب السلطان في درب بوشنتوف، ومازال الدرب ديالهم الى يومنا هذا كيحمل اسم درب زنقه الوسطيات او الوسطيين، زنقه الوسطيين. فهمتي؟ التاريخ ديالكم عندنا، تاريخكم عندنا، وغنفتحوه كامل. نتوما فتحتوا الملف ديال الدعاره، حنايا ما غنسدوش هذا الملف. نتوما فتحتوه وحنا ما غنسدوش. نتوما فتحتوا ابواب جهنم عليكم، ما غتسدش هاد الابواب ديال جهنم ابدا. وما غنتكلموش على غير فقط الملف ديال الدعاره، غنتكلموا على الملف ديال الخيانه والملف ديال العماله والملف ديال التشكام ديال الاستعمار الفرنسي. ما جانا منكم الا كل شر، جاتنا من عندكم الدعاره، جاتنا من عندكم الامراض المنقوله جنسيا، جاتنا من عندكم الخيانه والعماله وتشكامت وتبيعت. هاد الملفات كلها غادي تفتح. اليوم فتحنا الملف تاع بوسبير، غدا ان شاء الله غنفتحوا الملف اخر باذن الله في الحلقه المقبله ديال قصريه الكفاح. قصريه الكفاح هذه غتبقى وصمه عار في التاريخ ديال الواسطيين في الجزائر في المغرب. اخوان سمحوا لي ربما كنت شويه منفعل، ولكن اللي تجاوز على الخطوط الحمراء والمساحات المحرمه ديال الشعب المغربي ما غنتعاملوش معاه الا باخلاقه هو الا بخطابه هو. لان علاش حنا غادي نبقاو تنتعاملوا بحسن النيه مع ناس كيتعاملوا معنا بسوء النيه، بحال تنكبوا المفارمله تيخصنا نعطيهم بالخد ديال السلاح ديالهم. سمحوا لي، وان شاء الله باقيين غنرجعوا نتكلموا على هذا الموضوع، وباقي غنخصص ليه حلقات، وما غنسدوش هذا الباب حتى يستسلموا وينهزموا
الهزيمه النقراء، وبداو كيعلنوا الهزيمه ديالهم. راه شفنا ذوق ابليس الذي ينبح على المغرب من قطر، الذي لا اريد ذكر الاسم ديالو، الاسم ديالو انا بالنسبه لي نكره، كيفاش خرج وهو يعلن هزيمه حقيقيه اعلنها. وهذا شنو هو؟ هذا غير الجيش الموازي المغربي على مواقع التواصل الحق بهم هزيمه. حنا عندنا الجيش ديالنا القوات المسلحه الملكيه اللي تنفتخر بها، المرابطه على الصحراء المغربيه التي تحيل كل من يقترب من الحدود، تحيله الى اسفل درك من النار، تحيله الى رماد. وحنا هما الجيش الموازي، حنا جيش موازي لهذوك الناس اللي كاينين في الصحراء. حنا جيش ندعم ونسند هذوك الناس، كنسندوهم على مواقع التواصل. وتبارك الله والصلاه على محمد ان المغاربه كاملين قاطبه انخرطوا في هذه الحمله ديال الجيش الموازي المغربي على مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجه اننا خرجناهم من الجحور ديالهم وقد اصابهم داء الكلب وجنون البقر، والصعق ديالهم راه واصل الى 7 سنه. استمروا في هذه الحمله ونشوفوا شكون اللي غادي ينهزم، واش حنا ولا نتوما؟ شكون اللي عنده النفس الطويل؟ تبارك الله عليكم. العز للامه المغربيه الشريفه بابنائها البرره داخل ارض الوطن. وما نساوش الجاليه كذلك منخرطه في هذه الحمله ايام الخيرات. الناس ديال الجاليه الله يجازيكم الف خير، بينتوا على المعدن الاصيل ديالكم، وكذلك انخرطوا فيها حتى اليهود المغاربه كلهم منخرطين في هذه الحمله. هذا كيبين اننا احنا امه مغربيه، امه 12 قرن عمرها ما تنهزم وعمرها ما يتلوى لها دراعها. ولا كنا تنحشموا ما تعتبروش الحشمه ديالنا طيبوبه، ما تعتبروهاش ضعف، وانما هي غير طيبوبه. وانا نوريكم الوجه الاخر للانسان المغربي. راه احنا في المغرب تنقول واحد المثله، اللي حك نحاسي غادي نوري ليه باسي، وانتم غتشوفوا الباس ديالنا. حظ سعيد، مع السلامه والى اللقاء.